السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في فيديو جديد من قناة المدرسة الصغيرة. فيديو اليوم راح يكون عبارة عن تحضير نص من الكرم العربي حاتم الطائي، النص الأدبي. الصفحة 19 من كتاب اللغة العربية، جذع مشترك، سنة أولى من التعليم الثانوي، جذع مشترك علوم وتكنولوجيا. أصدقائي الأعزاء، دون إطالة، النص: وداع دعا بعد الهدوء كأنما ينازل أهوال السرى وتنازله، دعا يائسا شبه الجنون وما به جنون ولكن كيد أمر يحاوله، فلما سمعت الصوت أقبلت نحوه بصوت كريم الجد حلو شمائله، فأبرزت ناري ثم أثقبت ضوءها وأخرجت كلبي وهو في البيت داخله، وقلت له أهلا وسهلا ومرحبا، رشدت ولم أقعد إليه أسائله، وقمت إلى برك هجان أعده لوجبة حق نازل أنا فاعله، بأبيض خدت نعله حيث أدركت من الأرض لم تخطل علي حمائله، فجال قليلا واتقاني بخيره سناما وأملاه من الني كاهله، فخر وظيف القرن في نصف ساقه وذاك عقال لا ينشط عاقله، بذلك أوصاني أبي وبمثله كذلك أوصاه قديما أوائله. ننتقل مباشرة إلى أتعرف على صاحب النص. هو حاتم بن عبد الله من قبيلة طيء، اشتهر بجوده وشجاعته حتى جرى ذكره مجرى الأمثال، فقيل أجود من حاتم له ديوان شعر مطبوع. توفي سنة 605 ميلادي. أثري رصيد اللغوي: السرى، السرعة، الليل، الجد، الحظ، برك الهجان، الإبل الكريم، أبيض، صفة من صفات السيف، وظيف القرن، الكريم من الإبل. ونقصد بعقال رباط. أكتشف معطيات النص: عرف حاتم الطائي بكرمه وجوده حتى أصبح يضرب به المثل. السبب الذي دفع الشاعر إلى نظم هذه القصيدة افتخارا بكرمه وليبين لنا كيف كان يعيشون العرب قديما. وصف الشاعر هول الليل وفزع الساري بشخصين يتخاصمان في الحلبة. الموقف الذي اتخذه الشاعر في استقبال الضيف يتمثل في الإقبال عليه بصوت كريم والترحيب به في بيته، والمسعى الذي اتخذه هو إيقاد النار ليستهدي بها الساري وإخراج كلبه ويظهر ذلك في البيت 3 4 5. أناقش معطيات النص. توحي عبارة ينازل وتنازله أن الداعي يسارع مخاوف الليل في الصحراء القاسية. تعرب كلمة يائسا حالا منصوبة وأثرها تقوية المعنى من خلال وصف حالة الساري بدقة. الصفات التي نسب الشاعر إلى نفسه: سرعة الاستجابة، اللطف في الكلام، عدم مضايقة الساري والإثقال عليه، الأصالة والجود. تدل كلمة وقمت على تكفل الشاعر بنفسه إعداد الطعام وخدمة الضيف. أفاد النفي في عبارة لم أقعد أسائله على النفي. تنزه الشاعر عن كثرة السؤال والإلحاح على الضيف. أصدقائي الأعزاء، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. نتمنى يكون إعجابكم ونتمنى تكونوا استفدتوا منه، وإذا عجبكم ما تنسوش دعموني بلايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس باش يلحقكم كل ما هو جديد. إذا حبيتوا أي حاجة ما تنسوش تخلوها لي في كومنتار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.